ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ طلع برضه كده ايه، قلت برضه اكد كده على كام معلومه تاني وتالت عشان برضه ايه. انا برد على الكلام اللي اتقال بقى سواء في الميديا الاهلاويه او الميديا الزملكاويه. اول حاجه الحمد لله انا ماليش دعوه ولا بده ولا بده، انا لو عندي معلومه حقيقيه بقولها. وانا زي ما قلتها قبل كده انا عامل الصفحه دي اول حاجه عشان بدافع عن نادي الزمالك، انا ماليش دعوه اقسم بالله، انا ماليش اي انتماء مع اي حد. اي حد هيعمل حاجه كويسه لنادي الزمالك انا معاه. عمل نفس الشخص ده عمل حاجه وحشه لنادي الزمالك هتلاقيني بمسكه بسلخه، ما عنديش يما حراميني. اهم حاجه عندي الكيان نفسه مش اشخاص. فعشان كده لما مثلا اصل في ناس ايه تيجي تقول لي ايه، انت دايما مثلا النهارده مع مجلس اداره بكره ضدهم. ايوه، ما انا النهارده عملوا حاجه كويسه هشكر فيهم، بكره عملوا حاجه وحشه هديهم على دماغهم. انا مش زي البيب بيب افضل اطبل بيب بيب محمود بقى ايه الله يخاطب الجو الفاكسان ده. ده مش بتاعي مش هعمله، عمري ما هعمله ان شاء الله. واهم حاجه عندي المصداقيه. انا اللي بيني وبين اي حد زي ما قلت قبل كده اهو، الاخبار اللي انا بقولها بتتحقق ولا لا، المعلومه اللي انا بقولها بتبقى صح ولا لا. لو غلط قول لي انت جيت قبل كده قلت معلومه الفلانيه كانت غلط، وهات لي اللي هي الاثبات مثلا سواء فيديو او بوست انا كتبته. مفيش. الحمد لله الحمد لله. لما انا بقول حاجه هنا بتبقى بنسبه، يعني مش هقول لك بقى 100%، مليون في المية بتبقى صح الحمد لله. فانا بقولها تاني وتالت، زيزو مضى مع النادي الاهلي، وبابا زيزو مضى مع النادي الاهلي وقبض ومتكيف وكل حاجه تمام مع النادي الاهلي. الفكره بقى دلوقتي ان وان انا قلت يا جماعه، قلت لو الجمعه والسبت دول عدوا من غير ما زيزو يمضي خلاص الموضوع انتهى. وحصل، وقلت يا جماعه حتى انا قلت امبارح كمان مفيش جلسات هتحصل. خلاص، ولا سبت ولا حد ولا هيفضلوا كده ينيموا كده جمهور الزمالك لحد ما تلاقي زيزو في الاهلي. هو الحاجه دلوقتي الوحيده دلوقتي اللي بيحاولوا يلعبوا عليها. يعني اي حد يجي يقول لك زيزو ما مضاش، انا اسف دي معلومه غلط، انا مش ان هو بيكذب، بس انت يا عم ما عندكش معلومه صح. زيزو مضى يا باشا يعني مش هقدر كمان ايه تقريبا قبض، يعني الحته دي يعني بصوا، انا مش متاكد منها قوي بس بقول لك غالبا يعني. لكن بابا قعد وقبض وقعد، انا قلتها بالاسامي، قلت قعد مع محمد رمضان وقعد مع محمد شوقي، قعد يا باشا قعد وقبض واخد عمولته وكل حاجه. كل يوم قلت في مكالمات لابو زيزو عشان يخلصوا، وبيبوسوا ايده ابو زيزو عشان يمضوا وادوا له كبار. يعني بقول لك العموله اللي واخدها 50 مليون، مش عشان برضه انتوا عمالين تسمعوا كده ارقام غريبه. لا يا باشا، ابو زيزو واخد 50 مليون. ابو زيزو واخد وعد ان زيزو هو وزيزو يعني ان الفلوس هياخد 2 مليون دولار في السنه دولار. يعني دلوقتي مثلا الدولار ب 50 هياخد مثلا 100، الدولار وصل بقى ب 70 هياخد 140 كده. هي كده، هي ده العرض النادي الاهلي وكله يا باشا كله كاش. طبعا هياخد جزء من النادي الاهلي وجزء من رجال الاعمال، ما دي عارفينها. غير ثلاث عربيات انا بقول لكم جيب اهو 2026 هتبقى واحده لزيزو، واحده لابو زيزو، واحده لمرات زيزو. فانا يعني اقول لكم اكتر من كده تفاصيل. زيزو مضى وكل حاجه تمام. دلوقتي بقى الحجج اللي بتحصل يجي يقول لك ايه، اصل زيزو مش عاوز يقعد عشان لازم مش عارف مين يعتذر له الاول. اصل زيزو يا جماعه، ما هو ده كل دي حاجه هو بيعملها عشان مش عاوز يقعد، مش هو مش عاوز خلاص، هو الموضوع انتهى. يعني ما اصل هو لما ما مضاش، ما هو يعني انتوا عايزين بص يا جماعه بالعقل كده، المفروض ان هو كان يقعد امتى الجمعه؟ قال لك عشان لسه جاي من السفر. طب وهو على فكره ده هم كمان اللي بيقولوا، الاعلام يعني قال لك ده هيقعد السبت، دي قعده اخيره وبقى لهم اسبوع بيقولوا الكلام ده كله. جه يوم السبت زيزو ما عادش ليه بقى عشان زيزو في المنيا. يعني انا كلاعب كوره مش هقعد امضي النهارده عقد بملايين عشان اروح المنيا؟ يعني ده يعقل يا جماعه؟ و... واي حاجه بتحصل دلوقتي زيزو مش بينكرها. بالعكس زيزو بقاله فتره، بقاله سنه، كل ما في معلومه ولا حاجه ولا اي حاجه بيطلعها يا اما هو يحط علم الزمالك ويعمل قلوب وجو الحريم ده، جو النسوان ده، او يخلوا صاحبه اللازق صاحبه الاهلاوي. يعني الاهلاوي حتى النخاع اللازق، صاحبه اللازق مش عايز اقول اسمه، لازق شاب لازق اقسم بالله، وكل معلوماته غلط. يجي فاهم بيطلعها ايه، بيطلع اي معلومه عن طريق صاحبه اللازق ده، يجي يعمل كومنت كده. والواد ده عايش على قفا زيزو، عنده ناس وناس متابعاه على قفا زيزو. هو عيل لازق وما يعرفش اي حاجه في اي حاجه اصلا. هو اساسا اهلاوي بس بيشجع زيزو. هو بقى ما هو دلوقتي مع زيزو في الاهلي هيشجع الاهلي، زيزو في الزمالك هيشجع الزمالك. عامه ده برضه ده مش موضوعنا. بس زيزو حتى ما بيطلعش ينفي او يعمل اي حاجه. ف وفي ناس تقول لك ايه، زيزو زعلان عشان هو بيتشتم. يا حبيبي ما هو طبيعي، انا دلوقتي بلعب في نادي الزمالك وفجاه طلعت اشاعات ان انا هلعب في النادي الاهلي وما بطلعش انكر، فالطبيعي لازم الجمهور يزعل منك ويشتمك. ايه الطبيعي يعني؟ طب ما يعني ماشي. في الخمس او ست سنين اللي زيزو لعبه في نادي الزمالك كان ايه مثلا؟ كان ايه اللي بيحصل منه مع جمهور النادي الاهلي؟ كان بيحيوه؟ ما كانوا بيشتموه وكان بالون وما بيعرفش يلعب وكذا وكذا وكذا. دلوقتي بقى عشان الشهر دول اللي هم دلوقتي بيشكوا فيه، فهم دلوقتي بقى جمهور الاهلي حلو وجمهور الزمالك وحش.
يا جماعه يعني بلاش هبل، بلاش عبط، بلاش حاجه وهميه احنا الناس بتطلعها عشان لو زيزو يروح الاهلي يجي يقول لك ايه، اصل جمهور كان بيشتمه، اصل جمهور هو السبب، اصل مش عارف مين كان عاوز يطفشه. ما هو يا جماعه، ما احنا لو حتى لو اداره، انا بقول بصوا الاداره غلطانه من ساسها راسها في الموضوع ده خالص، انا بص معاكم والله، ولا بدافع عن الاداره ولا نيله. بس الحاجه الوحيده بس اللي انا ممكن ادافع عنها اللي هو ايه، حته تقول لك ايه الاداره عاوزه تطفشه. ما هو الاداره يا جماعه كانت عاوزه تطفشه، ما كانت باعته وعلى اللي استفادت منه. لكن الاداره لا، هي هم اصلا اداره جبانه واغبياء وكل حاجه، ما هم ولا عايزين يطفشوا ولا نيله، بس هم مش عارفين يجددوا له وخايفين يطلعوه، وفي الاخر وصل ان هو خلاص زيزو راكب الموضوع. اه زيزو راكب، راكب ومدلدل. فانت يا ابني انت كاداره كان عندك شجاعه، قول احنا مثلا بكره مع ادينا معاك لزيزو، وزيزو ما جاش بقى لاي حاجه، خلاص جمده بقى، هو مضى الله يسهل له يا عم. مش هنقعد بقى نتحايل عليه، هو خلاص مضى. بعدين ما هو زيزو بقى له اهو كام سنه في الزمالك بيعمل ايه عادي، بنخسر بيه وبنزعل بيه عادي يعني. اللي مش عادي بقى ان احنا بقى مركزين مع لاعب وسايبين بقيه الفرقه مش عارفين نجدد لها. يا جماعه جددوا بقيه الفرقه، ويبقى انت حتى اسمك مجدد لكل الفرقه وكل حاجه وظبط حاجه، وبعد كده بقى يروح بقى ايه شوف زيزو. بعدين الزملكاويه بيزعلوا مني ويقعدوا يقولوا يا سلام الزملكاوي وهعمل لك انفولو. يا عم اعمل انفولو، وانت عاوز تسمع اللي انت عاوز تسمعه، ولا انت عاوز تسمع المعلومه الصح؟ يعني انت، انا ممكن عادي كل شويه افضل اقول لك كلام حلو وكلام عسل وزيزو في الزمالك ومين 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 وانا يهمك، وفجاه تلاقي هوب الموضوع عكس. انت حتى على كده تثق فيا هتبص في وشي مش يعني فاهم، مش هيحصل. زي ما انا حاطط على الجمهور النادي الاهلي في كل المعلومات اللي انا قلتها على النادي الاهلي وتطلع صح الحمد لله، وما زلت معاهم وبكبسهم بكبسهم وبحط عليهم وبقول اهو النادي الزمالك هياخد الثلاث نقط في الاخر هو ونادي بيراميدز هم الخصم. كل ده عمل عشان النانوس حنفي يلعب ماتش بيراميدز بس، وقلتها فين وهطلع صح كالعاده الحمد لله. فانت كراجل زملكاوي هتعمل لي انفولو عشان ما بقولش الكلمه اللي ترضيك؟ اعمل يا عم انفولو بالسلامه يا حبيبي. هو انا هتحايل عليك؟ ما تعمل يا عم. فما حدش يا جماعه يبعت لي ايه احسن هعمل لك انفولو، ما تعمل يا حبيبي انفولو اعمل لي بلوك. لكن انا مش هقول اي معلومه عشان تدي حد سواء اهلاوي ولا زملكاوي، انا بقول معلومه الصح. عشان كده حتى الناس، في ناس خلاص واثقه فيا، الكلمه اللي بتطلع من هنا دي صح، في مصداقيه، وده اللي انا بحاول ابديه مع الناس كلها، سواء الزملكاوي الاهلاوي اي حد. طبعا قلت معلومه خلاص سواء على نادي الزمالك او النادي الاهلي. ما انا ممكن برضه افضل اقول معلومات دايما غلط على النادي الاهلي عشان بس افرح نادي الزمالك، لكن بعد كده اللي هيحصل الناس تقول لك عليا ده هجاص ده كذاب ده. لكن لا، سواء معلومه عن نادي الزمالك او النادي الاهلي انا هقولها صح بما يرضي الله. فانا بقول لك هو بما يرضي الله، زيزو خلص ومضى وكل حاجه. فاضل بس الحته اللي هم بيلعبوا عليها ان زي ما قلت لكم يدخلوا مسؤول كبير في نادي في الدوله عشان يخلي زيزو يتراجع، ان هو زيزو اساسا ده اللي بقى هي الحته دي اللي انا مش متاكد منها قوي، ان فعلا في زي اتفاقيه كده وديه كده وبالحب كده وحاجه ممضيه يعني، ان زيزو فعلا لو عمل يعني وصل لحل مع نادي الزمالك خلاص كل ما هو مع النادي الاهلي يعتبر لاغي. بس هي دي النقطه بقى اللي في الزمالك بيحاولوا يلعبوا عليها وبيحاولوا ان هم يشوفوا لها مخرج بس. لكن يا باشا زيزو ماضي وكل حاجه تمام. اللي يجي يقول لك بقى مش ماضي و50 مفيش الكلام ده، زيزو يا باشا مخلص. وزي ما قلت لكم انا بقول لك حتى تستخدم عقلك. ليه زيزو ما قعدش النهارده؟ عشان يروح المنيا؟ يعني انا عشان اروح المنيا مش هقعد مع الزمالك امضي او اخلص وافضل اتحاج يقول ايه اعتذر لابويا الاول ومش عارف ايه، وانت خلاص يا سبحان الله زي بقى عندك كرامه دلوقتي، ما انت بقى 60 سنه بتشتري من النادي الاهلي. ايه بقى حلوين دلوقتي عليهم عسل؟ الشتيمه منهم بقت حلوه ولا الفلوس هي اللي حلوه؟ وانت فين عقليتك يا عم زيزو؟ فين عقليتك يا عم؟ انت لو كملت في سباق هتبقى اسطوره يا ابني، هتبقى اسطوره بالارقام وكل حاجه. في النادي الاهلي هم هيستغلوك الاربع سنين بعد كده هيهموك زيك زي غيرك زي لعيبه كتير جدا، ولا بقوا اهلاويه ولا بقوا زملكاويه كده نشاز كده في النص. انت عاوز تبقى نشاز ولا عاوز تبقى فاهم اسطوره في نادي الزمالك بعد كده تبقى في المجلس وبعد كده تبقى رئيس مجلس اداره نادي الزمالك؟ هيبقى عندك تاريخ، مش عشان فلوس زياده دلوقتي هتستفيد بيها دلوقتي، بس بعدين على المدى البعيد انت الخسران وعامه انت حر. وبزعل قوي من جمهور الزمالك لما بلاقي حد يجي يقول لك ايه احنا بس نفسنا نبيع كليتنا او مش عارف نبيع ايه من مرتبنا. يا ابني في حد يقول كده يا جماعه؟ مفيش لعيب في العالم يستاهل كده اهو. انت عاوز تبيع كليتك عشان اللعيب يجدد في الزمالك؟ انتوا يا جماعه انتوا معاتيه يا جدعان. طب بيع كليتك حتى عشان خاطر اهل بيتك، مش عشان خاطر حد غريب عنك، حد بياخد دلوقتي 40 مليون وعاوز ياخد 100 مليون في السنه وهو اساسا ولا يعرفك ولا حاسس بيك. ايا كان يعني، بس طبعا دي حاجات انا ايه متخلفه، انا ما بحبهاش، حاجات بتعصبني يعني. حبيت بس اوضح المعلومه دي، وارد برضه على الاستاذ المحترم عم الجنايني. يا استاذ عم الجنايني ما تقولش حاجات انت مش قدها، بس ما انا اتمنى طبعا انت تبقى صح وتعرف تقنع ابوه وتعرف تقنع عزيز ان هم ايه يمضوا في نادي الزمالك ويلعبوا. انا نفسي زيزو يلعب، قلتها قبل كده يلعب في نادي الزمالك يكمل وبعد كده نبيعه، لكن ما يقعدش في نادي الزمالك بعد اللي عمله ده.
زيزو ولا بيحب نادي الزمالك، زيزو ما بيحبش غير مصلحته. يقول لك ايه، زيزو ضحى. هو زيزو ضحى بايه يا حبيبي؟ زيزو ما لعبش. زيزو قعد اول سنتين بس بياخد مبلغ صغير عشان طبعا ما كانش معروف. بعد كده بدا بقى يتنطط علينا وجد كل تجديده. يا ابني احنا كل سنه بنسمع تجديد زيزو، ايه القرف ده؟ ايه يا عم؟ يعني زي بعد زيزو خلاص مش هنلعب كوره نقفل النادي؟ ما يمشي يا عم بألف سلامه، انا مش عاوزها في 60,000 داهيه هو ولا غيره. والكلام ده انا قلت قبل كده على فتوح، قلت لعيب كثير اصابات ومش بيفيدنا وهياخد فلوس على الفاضي وهيتنك علينا وبعد كده هيطمع فينا لا 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 من اللعيبه. وده اللي حصل اهو. ادي زيزو لا فتوح بيعمل كده. معلش فتوح اللي هو سجله يعني حافل بالمصايب وحاجات تانيه. تخيل بقى زيزو محترم اللي هو فعلا والمؤثر اكتر من فتوح ب 5000 مره. فتوح على طول مصاب اصلا. حتى فتوح ما هو سجله الاجرامي ما فيش. فتوح على طول ايه بيلعب 5 ماتشات في الموسم. يعني انا بدفع الواحد 20 مليون عشان ايه؟ عشان يلعب لي 5 ماتشات في الموسم؟ ايه القرف ده؟ ده كان ده يروح اي نادي كده على طول، اي نادي هيلبسه هيدفع له فلوس هيلبسه على طول مصاب. وبرضه ناس هاجمتني وانت من زملكاوي وانت. خلاص انا ما بحبش ابص. اصل انا مش هقعد بتحايل على حد اقول له ايه انا زملكاوي. طب بص شوف صفحتي انا الحاجات اللي بعملها وشوف اللي انا ازاي بدافع عن الناس. كل ده فاكس. انت يا عم مش مقتنع؟ تمام الله يسهل لك. عاوز تعمل لي انفولو؟ الله يسهل لك يا عم، ما توجعش دماغي. فيا جماعه بس بقول لكم النهايه. واتمنى فعلا الزملكاويه لو هم فعلا اللي هم مجلس الاداره اللي هم فعلا صادقين يلاقوا حل للموضوع بتاع زيزو ويمضوه في نادي الزمالك خلاص. بس انا بقول لك الموضوع بقى صعب صعب. يعني مش هقول لك بقى استحاله، بس صعب قوي قوي قوي. واديك شايفين اهو. عمال يعمل حاجج يقول لك اعتذر لابويا وبص راس ابويا ومش عارف ايه ومش هاجي حجج عشان مش خلاص هو مخلص يا باشا. فاتمنى ان هو يقعد. واتمنى بقى زيزو بقى ايه لما يجي يرد كده يرد كده زي الرجاله يطلع يقول لك انا مثلا زعلان عشان واحد اتنين تلاته. لكن يحط بقى عمال يحط صور قلوب زمالك ويخلي الواد ملازق صاحبه ده ينزل بوستات. ايه القرف ده؟ ايه التلزيق ده؟ فهو ايه وجمهور النادي الزمالك يعني النادي الزمالك انا عاوز كده الجمهور بتاعه كده يكبر كده يا جماعه. خلاص لعيب جه اهلا وسهلا ما جاش في 60,000 داهيه سواء زيزو ولا غيره. اللي باقي هو ده نادي الزمالك، هو ده اللي باقي. بس ما مش عاجب حد بقى ايه خلاص يا جماعه. يعني انا مش عايز برضه ازود في الكلام اكتر من كده اهو. واقول يا جماعه يعني ايه عامه الايام هتثبت مين فينا اللي صح ومين فينا اللي غلط. وانا لو كنت غلط في معلومه يا جماعه هطلع اقول لك انا كنت غلط في المعلومه دي. بس انا يعني للاسف انا مش غلط لغايه دلوقتي ربنا يستر. واتمنى بقولها تاني رغم المعلومه اللي انا بقولها اتمنى ان انا ابقى غلطان. واتمنى ان زيزو يقف في الزمالك. اتمنى ان شاء الله هم فعلا يعرفوا يوصلوا لحل. ولو وصلوا لحل انا اول واحد اقول يا جماعه فعلا مثلا الناس وصلت لحل والموضوع هيحصل كذا 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 كذا. بس صعب 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 صعب. ان شاء الله اللي جاي باحسن نادي الزمالك سواء بزيزو او من غير زيزو وزيزو موجود اهلا وسهلا. زيزو مش موجود خلاص بقى الناس تركز في اللعيبه الموجوده ونجيب صفقات عدله بدل الصفقات الفاشله اللي احنا عاملين نجيبها. وان شاء الله خير نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله. يلا سلام.